اللهم صل على محمد وآل محمد. مساء الخير والعافية، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله كلكم بخير بأفضل حال إن شاء الله، دوام العافية إن شاء الله والخير والسعادة علينا وعليكم. شلونكم بعد؟ شخباركم؟ شلونكم ويا الامتحانات؟ بدت يعني الامتحانات، إن شاء الله التسهيل لجميع الطلاب يا رب، والنجاح والتوفيق أعلى الدرجات إن شاء الله. يعني الخضار كلش حلو بالبيت، هم يجلب الطاقة الإيجابية ويوخر الطاقة السلبية من البيت، بالأخص بالباب، وكلش حلو. وأكثرية البيوت هسه هيك يعني صارت كلها ورود وجمال حلو، الشارع بالأخص حي الأمير كلش حلو مرتبي. وصورت لكم مقتطفات من اليوم، وهنا كانت مرت أخوي عازمتنا على عشاء، وقلت خليني أصور لكم. كلش طيبة كانت الدول مع عشتيدها واللحم، شلون اللحم شنو اللي تاكينة مالت اللوبيا باللحم، هم كلش طيبة. عاشت يدها إن شاء الله سفرة دايمة يا رب، ويرزقهم من أوسع أبواب. واحد هم من يطلع شوي ينفه عن نفسه وهم يتونس، والله أنا أتونس كل شوية من أروح عند بيت إخواني، إن شاء الله ربي يحفظهم. ولا همك ولا همك، انت شنو همك؟ بطك وبس، بطك وبس، انت وهذا خدودك كأنك حد الجواز. ورجعنا للبيت، قلت خليني أنظف الكاونتر عندي والكومة، عندي هواي شغل، قلت شوي شوي أكمل الشغل. يوم للمطبخ خصصت، ويوم مثلا للكليدور أو للغرفة، وهيك قلت أسبوع كامل بدي أنظف بيه البيت، أكمل كل الشغل اللي عندي. فهنا أنا اليوم بلشت بالمطبخ، قلت خليني أنظفه كله. رتبت الكاونتر ونظفته من الداخل ومن الخارج، هم رتبته. يعني هواي تعبت بيه، يمكن 4 ساعات من 5 ساعات أنا أنظف بيه. راويتكم مقتطفات بنات، لما أشتغل كلش أنشده ما أقدر يعني أصور، قلت خليني أصور لهم حتى لو مقتطفات بسيطة. وهم يعني بنات أكثر شي هو الطباخ يتوسخ بالمطبخ، فقلت إن شاء الله بدي أسوي له تنظيفة عميقة. صادفت بالليل، أنا كلش تنظيفاتي بالليل، فقلت خلي باكر إن شاء الله أسوي له تنظيف عميق، أخلي له مثلا مذيب مال دهون، أدي أجيب له نوعية زينة. أنا عندي نوعية اشتريت يعني قبل فترة نوعية، بس مو كلش قوي، صح هو يزيل الدهون بس مو كلش قوي، ذاك معنى أحسن. تدرون بنات يعني هو اكو نوعيات للتنظيف الطباخ، وهم اكو فلاش الأرضية، واكو يعني منظفات كلش هواي نوعيات، أنا رحت وشفت. وخلص أسولف لكم بنات على الطبخة مالتنا. هنا سوينا كبسة الهبة، ما أعرف شنو اسمها والله، كلش طيبة سويناها. بالبداية شفتونا احنا نزعنا جلد عن الدجاجة وحمسناها حامس زين مع البصل، قلنا لها البصرة هم بوتيتا ومعجون وبابريكا وكمون شوية وقرنفل شوية، وخلينا لها هم ماجي دجاج، وخلينا لها معجون أكيد، وطماطة هم حمسنا وياه واي، يعني خلينا لها محتويات. وخلينا لها هاي كمية مال المي، وشوية من فارة الدجاجة، شي 10 دقائق أو 15 دقيقة. من بعد خلينا التمن، خلينا التمن المنقوع، تمن بسمكي. صارت عندنا هذا الشكل، راح نخليها شوية تتهدر، ومن بعدها شوفون شكلها النهائي إن شاء الله. كل صارت عندنا طيبة إن شاء الله تعجبكم هاي، إذا جربتوها كلش راح تعجبكم، طعمها كلش طيب. بس أهم شي هو بكل بين الكبسة أو المقلوبة وهاي، يعني رادين التهدير دائما يكون تخلون على النار الهادئة. بعد ما عندنا شوية فارت ويعني شوية الماء قرض، خليناها على النار الهادئة لمدة هم 10 دقائق أو أكثر. صارت شكلها هذا النهائي، وكلش طيبة وسهلة التحضير. هم خليناها المبصرة، لا تحبون الدارسين خلوا لها دارسين، احنا ما يحبون الدارسين فما ضفت دارسين. وخليناها هذا شكلها، لأن هي قاعدة تقاوم مشتهيتها، كانت قاعدة أردها مع مو ناشفة كل شيء، أرد بها مي هيك يعني التمن يصير شكله. وهذا كان شكلها النهائي، وسهمكم العافية. يعني قلت أشارككم حتى لو مقتطفات بسيطة من الطبخات
مو إلا يعني بالشرح المفصل، ما يراد لها شي. وبعد الغداء أكثرية الناس يشربون شاي، إحنا من الناس اللي يشربون شاي مرات ما نشرب شاي، مرات العصر، مرات ورا يعني الغداء مباشرة. إذا سمك لو أكل دسم لازم وراه شاي. وصار عندنا شلون شاي كلش طيب. قلت خلي أخليكم فيديو منوع، إذا تعجبكم هيك فيديوهات كتبوا. وعندنا فقرة غسل المسواق، مرات أنا مستعجلة أخليه، بس لازم هذا يعني التفاح لازم ينغسل قبل ما يدخل الثلاجة. وكل المخاضر بنات لازم ينغسل، لأن أتربة كل شوية طلع من عندي أتربة، بالأخص يعني التفاح لازم ينغسل، الخوخ كله. يعني إحنا جاي نجيب القوجة، مرات الجهال ما بيهم حيل يغسلون، رأسا ياكلون وكلها عليه ذبان. أنا أشوف أنا كل ما أروح للسوق أشوف كلها عليه ذبان وهاي، لازم ينغسل يلا تخليه بالثلاجة. مرات والله كلش مستعجلة فأخليه بالثلاجة، ثاني يوم أغسله. وبهالشكل نظفته وراح أخليه بالسلة، مرات أخليه على منشفة. والتفاح بنات كلش يصير مربى طيبة، إذا تحبون تسووا مربى هذا القايس شوية يصير مربى كلش طيبة. تخلون يعني مقدار من التفاح وعلى مقدار من الشكر وشوية لامندوزي وتخلوه على النار. والقوجة بنات هم تصير يعني مربى، بس هنا هيك ناكلها ما نسويها مربى. بس اكو بعض الناس سووها مربى او يسووها طرشي، اكو ذيك الحامضة تصير طرشي كلش طيب. سكتي. وهالايام يعني المسواق شوية رخصان، مو مثل قبل كان كلش غالي. يمكن القوجة 1500 والتفاح على 1000، كان قبل 3004. وقلت هم يعني أدي أسوي من عندهن طرشي في يوم من الأيام إن شاء الله شاركة وياكم، وأسوي طرشي خيار وطرشي وقوجة. وهاي نجيب قوجة الخضرة ذيك كلش صار طعمها طيب. وهذا الباذنجان هم نغسله، بما إنه إحنا غاسلين. أنا كل مرة ما أغسل الباذنجان، بس أغسل الفواكه أكثر شي. بس قلت ما دام اليوم أني خاصة المسواك كله خلي أغسله. وعندي هاي البوتيتا هم شوية كلها طين، مو شوية هواي كلش بيها هواي طين. وقلت هم خليها أغسلها وبعدين تنشف أخليها بالثلاجة، ما أخليها رأسا بالثلاجة. إن شاء الله بنات نستمر إن شاء الله بالأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. وكتبوا لنا بالتعليقات شنو اقتراحاتكم أنزلكم فيديوهات، أكيد يعني أنا رأيكم يهمني. اقترحونا يعني شنو اقتراحاتكم اللي بالفيديوهات الجاية، أكيد رأيكم يعني يهمني ويهم القناة. بفضل الله وفضلكم إن شاء الله تصعدوا نصل 100,000. فكتبوا لنا شنو اللي تحبوا أكثر شي بالقناة، تحبون روتينات أو الطبخ أو مهاوي تحبوها بالقناة. سبحان الله طلعت لكم مهاوي. وهلا ما تحب الحاجة تحب تمشي تزحف بالقاع، دائما أنا أخليها مع ألعاب عود وأخليها تقعد يمي. بس هم تقعد راحة تروح تشوف من بركة تلقى شي بالقاع وتخليه بحالك. وكتبونا بنات شنو تحبون فصل الصيف من الفواكه. اكو بعض الناس يحبون يعني الرقي والبطيخ وهاي، واكو ناس هم يعني يحبون القوجة والبرتقال والتفاح والعرموط. احنا اكثر شي نحب الصيف نحب الرقي والبطيخ، يعني ما احبها يعني ذني ما احبهن. والتين هم كل شي احبانه بالصيف، بس هو يعني التين حار يعني والصيف هم حار سبحان الله. بس هو كلش التين مفيد. وهم شفتوا بنات الطين طلع من المسواق كمية كلش هواي. وهذا بعد ما غسلت المسواق كله بنات وخليته ينشف لمدة هيك نص ساعة قد ما تخلوه ينشف يعني أحسن. وبعد ما نشف حبايب خليته بالثلاجة. والحمد لله والشكر يا رب رزق كل فقير. وصلنا نهاية الفيديو، مع ألف سلامة.